صدمة إيران. بس قبل ما أقول لك على الصدمة هي إيه، أطلب منك طلب صغير كده على السريع: لايك وكومنت، وممكن تعمل شير للقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك. صدمة إيران. منتخب في المتناول على فكرة، وأنا بسميها صدمة لأن الماتش ده هيكون حاسم جدا بالنسبة لي. يا إما نطلع أول المجموعة وده اللي المفروض يحصل يعني. هي فرقة غلسة شوية دفاعيا، وهتزهقني كتير زي ما عمل كده مع بلجيكا. عندها مميزات وعندها عيوب. مميزاتها حاجات بسيطة جدا: المهاجم رقم 9 بتاع اسمه تميري ده مهاجم بيتجه عمودي على طول قدام المرمى. بس مين هيوصل له الكور؟ انا لما اتفرجت على ماتش بلجيكا، هم ما وصلوش في 30 دقيقة الاولانيين لمدة الا بهجمتين اتنين بس. الهجمتين دولت منهم واحد فاول قدام المنطقة في الدقيقة 30، اللي هو اتشاط واتحسبت اوفسايد دي. وهم بيعتمدوا على فكرة على الكرات الثابتة اكتر حاجة. ما بيجيدوش توصيل الكور للامام الا عن طريق الطوليه، وما بتبقاش دقيقه 100%. ما عندهمش حته بناء الهجمات ديت، او البدء من تحت بالكوره مش موجوده عندهم. وعندهم طبعا حارس مرمى ممتاز جدا، مش هينفع نلعب عليه عرضيات، او ان احنا ايه، لازم يكون عندنا السرعه جدا في العرضيه، موزه كده زي ما عملها يعني لزيكو الماتش اللي فات. ديت الميزتين اللي عندهم. وعلى فكرة من السلبيات بتاعتهم بطاء جدا في التنقل بالكرة للأمام وصناعة الهجمات. عندهم مشكلة في ناحية اليمين الدفاعية بتاعتهم. دي ثغرة واضحة استغلتها بلجيكا كتير، بس ما عرفتش تتخلص بسرعة لأن كان عندهم سنة بطء. يبقى احنا لازم نعمل إيه؟ لازم يكون عندنا مهارة في التنقل بالكرة. ممكن 1 3 ما بين امام وبين مرموش من ناحيه الشمال اللي هي اليمين بتاعتهم الضعيفه. 1 3 ما بين امام ومرموش فتوح، هنخلق بينها بسرعه هجمه جميله جدا. الاتجاه من العمق من ناحيتنا، مرموش بيجيد الحته دي قوي. وصلاح بعد ما دخل في الشوط الثاني في المنطقه اللي قدام الدايره، وقدر ان هو يخترق من في دفاع نيوزيلندا، هنقدر نعملها قدام ايران على فكره. يبقى لازم نركز على ال1 3 او ال1 2 من ناحيه اليمين اللي هي الضعيفه بتاعتهم. وعلى فكره برضو ممكن نلبسهم انذارات بسهوله. قلبين الدفاع بتاعتهم غشم شويه في الحركه، ان هم ممكن تاخد منهم فاولات قدام المنطقه بطريقه كويسه نقدر ننفذها. وعندهم الباك الشمال برضو بتاعهم عنيف شويه، ايه ده ممكن نحصل منه انذارات كويسه. يبقى احنا لازم نستغل نص الملعب بتاعنا يكون فايق جدا، ينقل الكرة بسرعه لقدام، لانهم عندهم بطء في الحركه. هم ميزه عندهم الاساسيه: دفاعهم ممتاز جدا وبيعرفوا يدافعوا. تخيل يا مؤمن، بيدافعوا بخمسه او سته في حاله لما بيفقدوا الكوره، وقدامهم ثلاثه، يعني بيدافعوا بتسعه. هيزهقوك. فلازم تكون عندك مهاره وسرعه وتكتيك ان انت تلعب ال1 2 او ال1 3 بسرعه جدا وبدقه في التمرير. هتقدر انت اختراقهم بسهوله. العرضيات بتاعتنا لازم تكون موزه. ما ينفعش العرضيات المباشره او العاليه البالونيه دي. الجون والدفاع يلقطوها بسرعه جدا. ايران في المتناول، بس احنا نعمل اللي علينا ونركز كويس جدا، نقدر نصعد اول المجموعه. وهنكسب على فكره باذن الله 2-0. كنت معكم محمد حامد، وبرنامج كوره على